السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن كيفية وطريقة الامتياز في مادة الرياضيات في البكالوريا. راح يكون فيديو اليوم مقسم إلى 4 نقاط. النقطة الأولى هي برنامج الرياضيات، النقطة الثانية المصادر، النقطة الثالثة هي كيفاش تقرأ المات، يعني كيفية دراسة الرياضيات عام البكالوريا، مش عام البكالوريا وإنما بصفة عامة كيفاش تقرأ المات. والنقطة الرابعة هي نصائح عامة عن عام البكالوريا. نبدأ على بركة الله مع النقطة الأولى، وهي برنامج الرياضيات. راح يكون برنامج الرياضيات مقسم إلى 5 محاور أساسية بالنسبة للماتيلين، والسيونتيفيك راح يكون مقسم إلى 4 محاور. نبدأ بالمحور الأساسي اللي تبدأوا به، يلي ديجا راكم بديتوا فيه في الدوزيام ماني في البريمير، اللي هو الدوال. راح تبدأوا بالدوال العددية، بعدها الدوال الأسية، اللوغاريتمية، والدوال الأصلية اللي فيها التكامل لغة. المحور الثاني هو محور المتتاليات، بعدها الاحتمالات، وبعدها الأعداد المركبة. والمحور الزايد على السيونتيفيك اللي يقرأوه الماتيلام هو محور الجبر، القسمة في زد. النقطة الثانية وهي المصادر. المصادر بكل سهولة راكم حابين تدوا 20 في المات، نور الدين فيديو بفيديو. المات تولي حبة حلوة، حبة قاطو الدو في الفم. ويلي ما يحبش يعني يقضي بزاف وقت في اليوتيوب ويعني في الانترنت بصفة عامة باش زعما ما يضيعش وقته، يقدر يشري الكتوبة تاوعو، يعني كما في الدواء العملاق رياضيات نيشان. الدواء راح تسيبوا فيه كل شيء، داك كتاب فري مفيد، وكاع كتب تاعو فيه 5. وما نساوش فاني انكم لازم تحلوا البكالوريات كامل، ما تقاروش يعني زعما حتى تكملوا البرنامج باش تبداو تحلوا البكالوريات. لا، كل ما تكملوا محور، زعما كتكملوا محور الدوال تروحوا ديريكت تحلوا البكالوريات الخاصة بالدوال، يعني غير التمرين تاعها برك. وكما هكا مع كل محور، سو كي تكملوا العام ديجا تكونوا مكملين كلشي، يبقى لكم غير مسافات صغيره يعني مراجعه فقط. وايضا راح تلقاو في الفيس في صفحه عقبه بن نافع كامل الامتحانات الفصليه تاع الاعوام الفائته وتاع زعما العام اللي راح تكونوا فيه تاع كاع ولايات الوطن. تاني ما نساوش فاني الاستاذ جوفر، يعني خطرات كاين دروس زعما كتبغوا تفهموا الدرس، خطرات يعني استاذ نور الدين ما تفهموا، ما تدوش عنده زعما ما تفهموش عنده نيشان، تمك تروحوا عند الاستاذ جوفر فاني زعما كيفهم الدرس خلاص، يعني ما تزيدوش تحوسوا عليه. وهي دوك نروحوا للنقطة الثالثة، وهي كيفاش نقرا المات عامل. في البداية في هذا الوقت سيرتو اليوم 24 أوت، يعني لازم تبداو تقراو شوية المات والفيزيك وكاع ساوية. المات راح تبداو بالدوال العددية، ندخلوا فيها. الدوال العددية هي نفسها تاع الدوزيام اللي قريتوها في الدوزيام، مي تزيدوا شوية تفصلوا فيها. ساو تبداو مع أستاذ نور الدين. الأستاذ نور الدين تروحوا القناة تاعو، تروحوا تحوسوا في الفيديوهات الرائجة يعني اللي فيها على مشاهدات، تروحوا تصيبوا فيديو تاع الدوال العادية فيه ميبي هكاك 10 سوايع ولا المهم في دوك الجوايع، تروحوا تفرجوه كامل. الدوال العادية مزيش تحوسوا عليها، من بعدها تروحوا تفصلوا فين الدوال العددية، تبداو فاني مع لي باك وكاع. هذه هذاك غير في البداية برك، يعني كي تدخلوا تكونوا ديجا مكملين معها. المهم هذيك الفيديو 10 سوايع سيتو من انا في العطلة ما تفرجوا ديريكتومون، يعني باينه مستحيل. تروحوا زعما ديروا نسبة روتين، كل يوم تتفرجوا وقت معين، كل يوم بعد تسمرنوا تروحوا فاني التمارين تاع الكتاب فري مفيدين فوق الحد. زعما تحلوا التمارين تاع الكتاب خلاص ما تحوسوا حتى حاجه. المهم تروحوا تحلوا كتب التمارين تاع الكتاب ويا كل يوم مع نسبة معينة من الفيديو حتى تكملوا الفيديو كاع. معليش زعما تكونوا مازال تكملوه نتوما دخلتوا عادي، اصلا زعما الايامات الاولى تبداو في الدوال العددية غير في الاساسيات، بعدها راح تبداو تدخلوا في الدوال الاسية. الدوال الاسية كيف تروحوا للقناة تاع الاستاذ نور الدين، فيديوهات رائجة. راح تجيبوا فيني فيديو تاع الدوال الاسية، راح تجيبوا في هكا 5 سوايع ميبي، راح نصوروا شوف نفس الشيء تفرجوا كامل ويا ما راحش تحوسوا على الدوال الاسية وتزيدوا فاني تحلوا التمارين الدوال اللي في الكتاب وخلاص. بعدها راح تدخلوا في الدوال اللوغاريتمي. الان فاني كيف تصيبوا فيديو تاع 8 سوايع في اليوتيوب على استاذ نور الدين فاني الان يديركم كحالات كامل. وبعدها راح ما تدخلوش في الدوال الاصليه، تدخلوا في المتتاليه ثاني. تروحوا اصلا المتتاليات زعما ما لازمناش قاع ديك الدرجه، يعني كون ما تصيبوش حكم فيها زعما صافا تروحوا للفيديو تاع نور الدين، ولا روحوا ديريكتومون زعما باش ولا راكم حابين يعني تدوا كاع المعلومات وبالتفصيل روحوا فاني الفيديو تاع نور الدين الشامل تاع المتتاليات. بالنسبه للتمارين تاع كتاب تاع المتتاليات ما تشقوش روحكم تروحوا تحلوهم، باسكو الاستاذ تاعي تاع المات قالت لي بلي ما تحليهمش
باسكو ما فيهمش ديك الفايدة وما يعني مش مليح ليكم بالتالي. اما بالنسبة للاحتمالات فحلوهم باسكو فري مليح بالنسبة لي انايا، حليتهم ويا ما زدتش في الاحتمالات باسكو ولات فري سهلة سيرتو زعما اللي نقراوها في العام الباك، يعني فري سهلة ماشي زعما ديك الحاجة. وخاصة يعني التمارين تاع الاحتمالات تاع الكتاب شغل يخلوك تفكر خارج الصندوق، يعني ممتعين بزاف وغير تحلهم ما تزيدش تحوس، يعني حتى تاع لي باك تحسوا شغل مستوى هابط. ومن بعدها في الاعداد المركبة الماتيلام راح يسبقوا الجمع، بعدها راح يدخلوا الاعداد المركبة هي التالية. اما السيونتيفيك راح تدخلوا في الاعداد المركبة. المهم الاعداد المركبة فاني ماشي حاجة مع الاستاذ نور الدين في اليوتيوب، راح تدو عنده كل شيء اون بليس كتابه، يعني في كنت تبعو غير نور الدين خلاص فيديو بفيديو، اصلا هو ينزل بزاف فيديوهات وزعما مش قال كما انا كنت ندير باسكو استاذ نور الدين زعما يهضر بالسياسه وكذا، تقدروا ديروا السرعه في زوج. بعدها الماتيلام يدخلوا في القسمه في زد اجمل محور. امتع محور راح تقراه. كي كنت زعما نجي نحل التمارين ما انه كنت فاهمه الا اني ما نحلهمش نيشان 100%، رحت لعند نور الدين الفيديو نورمالمون فيها هكاك 14 ساعه تفرجته كامل باه وليت نحل مسقم. وهذا اكثر محور لازم لك تخمم فيه خارج الصندوق، ما لازمش تحصر روحك فيه ودير روحك حدود. اون بليس لازم لك فري تحل بزاف باش تولي تفهم كيفاش راهم يديروا التمارين وتعرف الاجابات ما قبل ما تحل التمرين. واخيرا اخر فقره وهي نصائح عامه. اخطيكم من الدورات. انا شخصيا جامي درت دوره، جامي حضرت وحده يعني منطقيا مستحيل داك الشعب كامل جيش قناطير، يعني مئات التلاميذ اللي يروحوا انهم كامل يستوعبوا كامل زعما يفهموا، يعني في الكلاسون يعني كيما سيونتيفيك ما يفوتوش 40 واحد ومشي زعما الاستاذ ما يقدرش يفهم كل واحد فيهم باسكو ما كاش الوقت. هي في الدورات عده ساعات بيفهمهم كامل، يعني امبوسيبل. مضيعه وقت، يعني نقولوا يعني مضيعه دراهم مضيعه وقت هي اكثر شيء باسكو في العام الباك اكثر حاجه مهمه هي الوقت، يعني تروحوا تضيعوا في الدورات يعني ما تحتاج. اما الدروس الخصوصيه فنصيحه من اختكم الكبيره ما تروحوش كاع لهاد الصوالح، اقراو في الدار مع الاستاذ تاعكم في الليسي. لما فهمتوا والو روحوا لليوتيوب واختيكم كاع منها باسكو فري مضيعه وقت وجهد. مثلا زعما في المات وفيزيك وكاع فيزيك شويه ميسيتو راح توليك شغل كسول، تولي تعتمد غير على الاستاذ تاع الدروس الخصوصيه، تقرا له هو واش يمثلك، تولي كيما الدري الصغير ما تاكلش روحك تقرا على واحد يجي يوكلك، ما غير تراك جيعان بصح ما تاكلش روحك كيما هكا. لا لازم تولوا زعما عصاميين نتوما اللي تخدموا روحكم، فهمتوا؟ نتوما تولوا تحوسوا على المصادر زعما تحوسوا تبغوا تفهموا باش تقراو غير الاستاذ تاع دروس خصوصيه يمدلكم داك التمرين ويقولكم الحصه الجايه لازم تجيبوا هذا التمرين، لازم تجيبوا دي سلسله كذا وكذا. لا راح تولوا زعما تقراو غير داك الشيخ منا لا خدموا روحكم. تبعوا سيتو في المات تبعوا الاستاذ نور الدين، خلاص ما تحوسوا على والو، ما تروحش دروس خصوصيه باسكو فري خساره دراهم وخساره وقت، سيرتو الوقت في العام البكالوريا وجهد بزاف. كما انا في البدايه دخلت دروس خصوصيه مات وفيزيك باسكو يعني ماتي اي يعني فري ندمت. اكثر حاجه ندمت عليها عام الباك هي الدروس الخصوصيه، يعني ما لازمش. اضافه الى ما تحبسوش عن الدرس اللي يحبس عنده الاستاذ في الليسي، باسكو انا اكبر خطا درته هو في الفيزيك اني حبست عند الدرس، يعني حنايا استرا وما كملناهاش في الليسي، حنا في الباك طاحتنا اعمده يعني تخيلوا. ونتيجه هذا اني ضيعت الجامعه اللي كنت حبتها اللي هي ايبو مدرسه عليا للهندسه المعماريه في الحراج في الجزائر ب0.01. يب امر اخر جامي تقول ما عنديش الوقت. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عندك حظه احفظها في وقتها وكل مره راجعها تولي في ذاكره طويله المدى. ويب ما تنساش حتى الباك. الدرس تاعك فهمه في الليسي، راجعوا في الدار، زيد حل عليه تمارين وخلاص. بالكم من التسويف والمماطله. الدروس كامل الحصص اللي قريتهم في النهار كي تروحوا للدار ديروا ساعه لا نص ساعه هكاك، راجعوا كامل السوايع اللي قريتوهم وهاك المعلومات تبت كتر وتفهم كتر وتزيد تحل عليها تمارين، خلاص تتهنوا وجوا على روحكم، ما تقعدوش هكا، يكون شويه مسؤولين وكبار. ويا دمتم في امان الله. ان شاء الله تديروا معادلات راكم حابينهم، تخصصات راكم حابينهم، وباي.